هل تقبل على أختك أن تتزوج زواج متعة بدون إذن أبيك؟ لا أكيد. من يفتي بذلك حكم شنو؟ إحنا ما عندنا مرجع يفتي بذلك غير اللي ذكرته حسين الروحاني. هل هو زنديق أم ديوث؟ إذا يفتي بهاي الأمور فهذا رأي شخصي من عنده، ما أقدر أحكم عليه. طب ومن كان يقلده ففعل بهذه الفتوى حكم شنو؟ اللي فعل بهذه الفتوى فذنبه يرجع على هذا المرجع. ما هو استدل بأحاديث صححها بعض علمائكم: لا بأس للبكر أن تتمتع بغير إذن وليها، وروايات كثيرة ذكرها شيخ الطائفة الطوسي. أتقبلون ببعض الروايات وتكفرون ببعض؟ لا، مو نقبل ببعض الروايات ونكفر ببعض. إذا كانت لديهم استدلالات على هذا الموضوع فماكو مشكلة، ولكن ماكو أحد من مراجعنا ذكر غير هذا الروحاني. هل أنت مأمور أن تأخذ دينك من المراجع أم من آل البيت؟ من آل البيت، ولكن يوصلنا عن طريق المراجع. وما المانع أن الصحابة يوصلوا لنا دين النبي وانتهت المسألة ونسف دين الشيعة؟ قال أنا باخد ديني من آل البيت بس عن طريق المراجع. إذا تأخذ دينك من غير المعصوم اللي هم المراجع، وانت بتقول ان بيوصلوا لك دينك من المعصوم. وده اللي قاله أهل السنة والجماعة من 1450 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بنأخذ ديننا من الصحابة اللي نقلوا الدين عن المعصوم، بس الفرق ان المراجع يسرقون ويزنون ويفسدون كل خير كما نرى الآن على الأمة. أما الصحابة اللي بناخد منهم الدين، اللي وصلوا لنا الدين من النبي المعصوم، أثنى الله عليهم في أكثر من 100 آية. فكفة أهل السنة والجماعة هي التي تفوز. لماذا؟ أعيد تاني وركز معايا. الصحابة رضي الله عنهم، أهل السنة يأخذون الدين من الصحابة اللي هم الصحابة وآل البيت، اللي نقلوا الدين من المعصوم اللي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعة جم بعد 1450 سنة قال لك احنا بنأخذ ديننا من مين؟ من المراجع اللي هم مش معصومين، اللي بينقلوا الروايات عن آل البيت اللي هم معصومين. فقالوا بقول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة يفوزون لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهديك ضيفنا الشيعي وفكر في هذا السؤال